محمد وآل محمد. واليوم 40 الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وهاي سلات غذائية للسادة، هاي سلة وصلت للسادة المعاقين الأيتام، تابعونه. هذا مسواق لك من العمارة خصصوا هاي العالة الأيتام اللي أنت متحملتهم. أشكرك. دول سادة وجيتهم رسول الله. هاي من العمارة أم بسملة. تبرعتك بهذا المسواق. اشكرك. الحمد لله واشكر دول الساده الايتام. اجيناهم وعندي مبلغ مو من عندي. عن طريق لا خادمش، عن طريق البطاقه. هاي تدعي لها. هذا ثوب الوجه الله وعلى ابي طالب والي البيت، وتدعي له بالصحه والسلام من العمار وذكرتك. 100,000 عن طريق البطاقه. ستار ابو بغداد ابو حوراء الله يحفظك ويستر عليك، يطلب من عندك. تترحم من امه وابوه والشفاء المرته وعده نيه تدعي لها نيه صادقه وباخذ هذول الساده. هاي كل واحد 50 لكم. بعد قلبي مشكورين بالخدمه ووصلت الامانات مال الناس. والله ما مقصر على راسي. ام بسمله اخت وتاج راسي 150 وزعت بها الحلقات مالاتك الناس المستحقين، خاصه دول الساده. شوف الساده المساكين ام بسمله شفتيهم دول الساده المساكين يوم لا ينفع لا مال ولا بنين الا مت الله بقلب سليم. الله وياكم. على سكة القطار على التفصيل جيناهم ما عندهم مسواق، ابوهم مريض وخمس جهال، تابعوني. جبنا لهم هذا المسواق ب 50,000 مو من عندنا. هذا المسواق منين؟ عباس. هاي دجاجتين عباس ابو منتظر من اهل الشطره، نزل 50,000 مسواق للحالات الانسانيه. تابعوني من جبته، تابعوني وعندهم مبلغ راح اقدم لهم ذول الناس التعبانين عندهم مصيبه كبيره. الله يساعد العالم، جيتهم بالظهري. تابعوني. العالم العايشه بالضيم اللي ما عنده معيل بس الله، وهذا الرجال الحمد لله واشكر. تابعوني. وراح اجيب بعد مسواق للسكتون. ولا بنين الا مت الله بقلب يستاهل. الحمد لله واشكر. هذا المسواق نزلناه دجاجتين، وهذا المسواق ب 50,000 منين؟ من عباس ابو منتظر من اهل الشطر. الواحد اعطاني 50,000 بالحبوب تعال يصير هيك. وهاي الدجاشه منين؟ من حسن حمود وبشيل. هاي اعطاني اياها. وبعد هذا الحج اعطيناه اياه اللي عنده 5 جهال يشتغل بالعتيق وعماله. والبارحه استلمت بالليل 50,000. احد البنات الشابات الله يحفظهم ويستر عليهن اعطتني 80,000 بالليل. تزوج ابراهيم الخليل. ثواب جعفر الكاظم وثواب الامام الحسين. هاك شوي هاك هاي 8,000. وبعد ايش تحتاجين نقولها حتى العالم سمعك؟ محتاجه ثلاجه ما عندي. ايش محتاجه؟ ثلاجه والله. صحيح محتاجه ثلاجه. شوف الضيف اريد واحد من ابناء الناصيه شرفاء وكلكم شرفاء العراقيين. محتاجه ثلاجه وهذا ضيمها وهذا تعبها. ناس فقراء تجي وحده مسعده تقول ليش ما تنظف؟ تعال يا عمي اقعد بمكانها، اقعد ببيتها، عيشوا معاناتها، شوف ظروفها، شوف شنو عملها. يعني ما تلحق، اكو ناس ما جاي تلحق. ازد نسوان علقه يقول ليش ما ينظفن؟ عم نسوان تعبانات وعايشات الحمد لله واشكر. خادم كل واحد اجتماعي بس بعدني انا وياهم بهذا البيت. تابعوني ايش راح اسوي. محمد وآل محمد مثل ما جاي يشوفون يوم 4 وفضل الله والناس الخيره. هاي وجبه عشاء خفيفه دار المسنين من الناس الخيره اهل الناصرين. هاي الوجبه استلمتها من الكابتن هيثم الدبي بثواب المرحوم هاشم ابو سمير الله يرحمه الدبي الله يرحمه برحمته الواسعه، بثواب امه وابوه واخوانه الله يرحمهم برحمته الواسعه. الله يرحمهم كابتن. وهذا ثوابك الحمد لله المسلمين. بس عاشرك اليوم الترتيب حلو. اليوم خفيفه وطيبه، شوربه باللحم بالدجاج. اختنا الله يرحم ابوك شنان ابو عدنان ويرحم ابو عدنان. هذا ثواب لهم الدار المسنين الحمد لله واشكر. هذا صمون شوربه خفيفه وهذا اللبن. وتابعونا جوا. مثل ما شفتوا هاي الوجبه اليوم طعم وذوق وراحه. كابتن هيثم الدبي بثواب امه وابوه وعائلته الله يرحمه برحمته الواسعه. ما قصرت استاذ هيثم الدبي الله يرحم ابوك من الزيناويه ما قصرتي. هذا ثواب امه وابوك اليوم شوربه بالدجاج وهذا اللبن وهذا الرطب وهذا الصمون. ثواب المرحوم العم شنان ابو عدنان والله يرحم امك ام عدنان. هذا ثوابكم وصل ان شاء الله. دار المسنين هي الاكلات اللي يحبها دار المسنين. خفايف لا يحب لحم ولا يحب شيء ثقيل. هاي مال الليل اليوم وجبه تخبل الحمد لله واشكر. الله يحفظ الناصريه الشرفاء اللي جاي يدعمون دار المسنين. خادم كل واحد مع سيد جاسم يقول لكم الله وياكم. محمد وآل محمد. اريد اراويكم الفقر بعينه. انا قاعد بالمحل جد هاي المسكينه تعاشوا الضيف. شلوني؟ الله اكبر. هذا الفقر وهذا الضيف لا عبايه لا جواريب لا شيء مثل العالم. جاي عليه تقول امه مريضه وعند اخوي مختل عقليا وعند بنات هنا كبار بالسن. مديتها 3000 دينار.
راح اروح وياها شراب، راح اروح وياها واعطيها من مالاتها مو من مالاتي، عندي ناس حقوق عندي ويتابعون وين راح اعطيه. هاي هم رحمه الله. وهاي هم 5000 الك، وراح اخذها بالستوته واروح بيتها اخذ المسواق واشوف اضحى اشوف هذا الضيف، هذا الفقر بعينه، هذا الضيف. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تابعوني راح اروح وياها البيت. الحمد لله واشكر. هاياها صعدناها بالستوته وسوقنا له وراح نوديها لبيتها ونشوف وضعها شنو هو. الحمد لله واشكر فضل الله. يا اخوت اليوم قعدنا انا وحبوبة العصريه وقامت السواليف اللي على جيرانها قبيل وعلى ذيك الناس الاوليه. تقول يا حبوبه قبل لا تمرض تاني، لو تمرض جدك، لو احتاجينا لنا حاجه، جيراننا منا ومنا كلهم يطيحون علينا وصلة ارحامنا. هذا يطبخ ويودينا، وهذا يجيب لنا مسواق، وهذا يقول ايش محتاجين، وحتى الحلالنا تقول يحشون ويجيبون قبل هم هالحلال وجاني الحلال. تقول كل مره من جيراننا تحلف تقول يجيب لها نقله مال حشيش وتقول هذا الحلالكم خل ياكل، وتقول يشوفنا احنا شبعانين وحلالنا شبعان ومدللين بجال جيراننا واخوتنا وصلة ارحامنا. اقول هسه الوقت نفس الوقت، الوادم نفس الوادم. والله بدي اشوف ربع انا بدي اخابرهم ادق لهم اليوم ماكو ولا واحد بالبيت، واريد تودون لي عشاء اشوف هم يودون لي بس حشيشات للهوايش. شو تقولون همك جيران مثل قبيلي والوادم كلها تغيرت؟ محمد والد محمد اريد اراويكم الفقر بعينه. انا قاعد المحل قد هاي المسكينه تعال شوف الضيف شلون. الله اكبر. هذا الفقر وهذا الضيف لا عبايه لا جواريب لا شيء مثل العالم. جاي عليه تقول امه مريضه وعند اخوي مبتلى عقليا وعند بنات هنا كبار بالسن مديتها 3000 دينار. راح اروح وياها شراب، راح اروح وياها واعطيها من مالاتها مو من مالاتي، عندي ناس حقوق عندي ويتابعون وين راح اعطيه. هاي هم رحمه الله. وهاي هم 5000 الك، وراح اخذها بالستوته واروح بيتها اخذ المسواق واشوف اضحى اشوف هذا الضيف، هذا الفقر بعينه، هذا الضيف. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تابعوني راح اروح وياها البيت. الحمد لله واشكر. هاياها صعدناها بالستوته وسوقنا له وراح نوديها لبيتها ونشوف وضعها شنو هو. الحمد لله واشكر فضل الله. بعناها وجينا البيت وشفنا الضيم امها واخوها التعبان نفسيته. تابعوني. شلونك؟ شلون صحتك؟ هاي بنتك اللي جابتها الك هاي دجاجه. شوف المسواق، هذا المسواق الك، هذا الثواب المرحوم العم جعفر الشيخ طوفان الله يرحمه برحمته الواسعه من ابن علي، من ابن علي طالب مبلغ وجبت هاي الدجاجه وهذا المسواق لهاي العائله. حاجه شلونك؟ طبعا خلي يشوفونها مدينه الصدر، هاي العائله الفقيره اللي منكوبه اللي كانت ساكنه يم الجامع وشيلتها الحكومه وجوا اجروا بهذا البيت. هذا شخص مريض وهاي مريضه وهاي الحجيه مريضه. الله اكبر. هاي العالم وين تروح؟ يعني مش شايلتوهم. وين اروح؟ تعبانه ومريضه الله ما عجال ادفع لهن 400 مال بعد خرب عليها. انا شنو حصلوا علي ما شافت العالم؟ 30 سنه انا محازن 30 سنه ليش تطلعوني ليه؟ شوف هاي مخلفات المقاولين مخلفات المستثمرين. هاي ناس طلعوه ناس بسطاء قرب يعني طلعوه ناس بسطاء ومأجرين 100,000 وما عندهم شو بالضيم. تعويض ما مطي. هسه عوف التعويض. اريد واحد من ابناء المدينه ان شاء الله كوك شوفه عنده بيت خالي وفارغ ومخلي صدقه وقاعد هاي العاله. حواسني يا يما ليش؟ الله اكبر الله اكبر. اسمع 250 ولا بالمولد ولا بالثلاجه ليش؟ وين 400 مال ابوهم؟ ريال كان 15 سنه بيران 30 سنه بيران 30 سنه بالبيت يا حاسن. الحمد لله واشكر. 15 سنه بيران هو. حجي كل حقوق ما عندهم ناس فقر. هذا الشخص المريض اللي على العلاج وهاي المسكينه وهاي المسكينه. حجي احنا جايين المبلغ مو من عندنا من الناس الخيره. ايش قد ايجارك؟ 100,000. هاي 100,000 هسه استلمتها من سومر من قهوه عبد النبي واصل ثواب هذا من كرار العمراني الله يرحم امواتك ويستر عليك. هاي 100,000 هاي الايجار بالعافيه عليك تترحمين اهلك. وهاي هسه 75,000 من ابو الدراجه استلمتهن محمد. هاي 75,000 استلمتهن محمد ابو الدراجه يم الزراعه. قال لي هاي ثواب امي وابوي صدقه جاريه. هاك
هذا مصرف البيت، واصل فلوس. وهذا الضيم، وهذا الفقر، وهذا الجوع. هذا العيب. تترحمي لامواتهم حجة المجال، هذا حجي العيب. الحين هم تمرضت وياكم من حكيكم تمرضت. يعطيك العافيه. هذا ثواب تترحمون له. جعفر الشيخ طوفان من ولد علي، واصل. الله يرحمكم ويستر عليكم ان شاء الله جميع المتبرعين. صادق البحر الاجتماعي سيد جاسم، هاي مخلفات المقاولين واهل الاستثمارات اللي يطلعون العوائل الفقيره والله في الايجارات وهم راح يسلكون وهالناس. الله اكبر. خادم كل واحد يسمع سيد جاسم لكم الله يعافيكم. هم متقصصنا، لا احنا عايشين ونشتمل هو ونخلي واحد ياخذ حق هاي الناس الفقراء ورواتب الرعايه الاجتماعيه. قام يفترون عليهم دول الحراميه، انطروا على حلالكم يا الشعب العراقي، الزموا اسلحتكم تواتيكم، ترى دول الحراميه ما عندهم رحمه، باقوا العراق وردوا على هاي الناس الفقراء، يقولون العراق النقص البيه من الاموال والفلوس والخدمات بسبب هاي الناس اللي قاعده وتستلم رواتب. ولك هاي الناس قاعد الشعب العراقي يجاهد الشعب العراقي، اللي بستوته واللي بفلاحه واللي بنخله واللي بحلال، وحال الضيم حالها، عبالك عايش بال125 تعطيه اياه، ولك حقه هذا ما مجمله، هاي حصته البسيطه من النفط، هاي شعره هيك نقطه بحر، وانت اليوم تيجي تحاسب عليها تفتر وتبوق وتدمر العراق وترد على هاي الناس الفقراء، كل ساعه وطلع لنا ديوث ما يعرف امه منين، ما يعرف ابوه منين، ويطالب من هاي الفقره تعالوا ردوا لنا الفلوس، الى بيكم حظ دلوا لهاي الناس الفقراء، وتطلعون الوجبه السابعه غصبا على ابهاتكم، وعلى نسحقكم بنا على الحراميه، بنا على نسحقكم. اسمع مدير الشرطه نجاح البياتي، انا هسه ما اقدر اسولف حيل لان يم زوار وانا بطريق الحسين، وهاي السالفه فشلت السولف هم زوار الامام الحسين. دول عارات وريدك تطمهم هم عدلين، انت خوي زلمه وانت خليت الامن والامان يعم بهاي المحافظه، بس مثل هيك ناس مأمنين بيهم ومطينهم المرسوم الجمهوري وحالفين بكلام الله يصونون هذا البلد ويستغلون اعراض الناس ويستغلون هاي الحرمه والحرمه بشارب الخير، ولا هم خايرين ذول الساقطين، ذول اريدك تدفنهم معدلين وتطبق القانون بحذافيره، لان هاي فضيحه للديوانيه وفضيحه لابناء الديوانيه كلهم، والشعب العراقي ما راضي عليها من الشمال للجنوب، ولكم موقوفه حرمه موقوفه عندكم يغتصبونها ضابط وشرطه ومفوض، شنو هالطرقعه طاحت علينا؟ سمعه للديوانيه هاي فوق الضيم اللي علينا، فوق المحافظه المنكوبه والتربان، طاحت قسمه الديوانيه، امنا بيك نجاح البيات، والله لا بعضو مجلس محافظه ولا بنائب، كفيلك الله كلهم تراب، بس انت خوي زلمه وطاردت كل واحد يزعزع من هاي المحافظه وما جاملت اي واحد، تكضه اسحق عليهم سحق، ذولا لا تقول عليهم هاي الجريمه، اسحق على شواربهم وسويهم عبره لغيرهم. سمعت نجاح البياتي بزياره وزوار منا وفنشله ما اقدر اصيح حيل، كان شقي زيج على هاي الفضيحه والطرقعات، ما تستحون ولكم مو عيب عليكم.